عارف لما تيجي لحظه كده تحس ان انت فشلت، او لحظه كل حاجه انت كنت بتحاول تعملها مش شغاله، مش نافعه، مش توصل اللي انت عايزه. اللحظه دي بيبقى قدامك فيها طريقين. اللحظه دي بتمر علينا كلنا ايا كان وضعك ايه، والطريقين اللي بيبقوا قدامك دول هيغيروا لك حياتك بشكل جذري. الفكره كلها انت هتختار انهي طريق منهم. خليني اقول لك انا اخترت انهي طريق. مفيش شبهي في بلدك، قارن ورقي بورقك، بلدك المفضلة. أنا مع الدنيا ومليش عزيز مرقة. النجاح كله بيحاول يوصل للنجاح، بس محدش عرف، او مش معظم الناس بتعرف تركز ايه اصلا المراحل اللي المفروض نعدي من خلالها عشان نوصل للنجاح. لازم تبقى عارف ان جميع المراحل اللي بتعدي عليها في حياتك هي مراحل ايموشنال اكتر ما هي اي كيو، يعني مراحل حاجات بتحس بيها اكتر ما هي حاجه انت بتعملها او حاجه بتنفذها. وعن طريق احساسك ده انت بقى اللي بتتحكم، هل هتتجاهل احساسك وهتبدا تنفذ وخلاص ولا لا. مراحل النجاح علميا يعني هي 4، والمراحل دول بيطبقوا على اي حاجه انت عايز تطبقها. حرفيا اي حاجه. هنطبق المثال ده على انك بتبدا تلعب فيفا بلاي ستيشن، نطبق المثال ده ان انت لسه متخرج وبتبدا تقدم على وظائف، هنطبق على انت لسه واخد شغلانه جديده وبتبدا فيها، هنطبق ان انت لسه بتبدا في البيزنس بتاعك وان انت عايز تعمله سواء اوف لاين او اون لاين او اي حاجه. اي حاجه انت بتبدا عليها. اول مرحله هي مرحله الحماس. المرحله دي ان انت بتبقى بدات تلاقي حاجه جديده، حاجه شدت انتباهك، حاجه انت لسه بتفكر تبدا فيها ومتحمس. ومن الاخر كده ده اسمه نعيم الجهل. انت لسه شايف لعبه فيفا وشدت انتباهك وعايز تبدا تلعبها، انت لسه متخرج ومتحمس تبدا تقدم على شغل، انت لسه داخل وظيفه جديده ومتحمس تبدا فيها، انت شفت فكره بيزنس جديده وعايز تبداها ومتحمس ليها. دي المرحله اللي انت انا همسك الدنيا كلها بايدي يعني. ودي احسن مرحله فيهم. انا بعتقد ان المرحله دي احسن من مرحله النجاح، عشان انت المرحله دي بيبقى عندك دوبامين اللي هو انت ما تعرفش حاجه، نعيم الجهل فعلا. المرحله الثانيه الا وهي انك تبدا تذاكر شويه في الموضوع، او تمشي شويه في الموضوع، او تبحث شويه في الموضوع وتقول لا الموضوع مش سهل. يعني الموضوع محتاج مجهود، مش ما كانش سهل قوي زي ما كنت متخيله في الاول. في طلعت صعب. انك تجيب شغلانه من اول فرصه مش سهل، انت لازم تقدم كتير، وانت بتبدا الوظيفه انت ما تعرفش اي حاجه، وانت بتبدا في البيزنس صفر. فبتقول اوكي خلينا نتعلم وخلينا نجرب ويلا بينا. ودي المرحله اللي تقريبا 50% من الناس بتبدا تنسحب منها، اللي هو لا الموضوع ده محتاج شغل وانا بصراحه مش قادر اشتغل الشغل ده، انا هكسل زي بقيه الناس. اكتر من 50% بتطلع من المعادله. نروح المرحله الثالثه، وهي المرحله اللي كنت بكلمك عليها في اول لحظه في الفيديو خالص، وهي اللحظه ان انت بتصطدم بالقاع تحت. هو البتاع عامل زي كيرف كده، تصطدم بالقاع تحت وتكتشف انك فشلت، ان كل المجهود اللي انت حطيته في المذاكره او في المحاوله او في الحماس اللي كان في الاول ده كان حماس كذاب، وانها ما نفعتش وانها مش سهله. طلعت تخسر في فيفا في كل الماتشات تلعب. انا كنت فاجر والله فيفا دي في الالتيميت تيم، تخسر في الديفيجنز وفي في الرايفلز وفي كل الحاجات دي. محدش راضي يشغلك، الوظيفه الجديده مش سهله وانت مش فاهم اي حاجه، مش عارف تجيب عمل للبيزنس بتاعك، مش عارف تكبره، مش عارف تعمل اي حاجه، كل حاجه صعبه. الموضوع ده مش نافعني. هنا بيجي الطريقين اللي كنت بقول لك عليهم. طريقين ما لهمش ثالث. الطريق الاولاني هو انك تنسحب، وده بيغير حياتك فعلا. ان هو بيقطع كل الامال انك تنجح في الحاجه دي. تروح تنسحب علشان خلاص هي مش شغاله. والله فيفا مش لعبتي. والله ان انا اقدم على وظيفه انا مش عاجبني الموضوع ده، انا اروح اشتغل كول سنتر. البيزنس لا، واضح ان الفكره دي فاشله، خليني اروح اشوف فكره ثانيه. بس الحقيقه بتقول ان المرحله دي هي اخر مرحله قبل النجاح الفعلي. المرحله دي هي اللي 99% من الناس بينسحبوا فيها، وبيتبقى ال1% اللي بينجح فيها اللي بيوصل. هنا عشان كده مش كل الناس ناجحين. الناس دايما بتقول ليه الناس مش ناجحه، ليه مش كله ناجح؟ ما عشان ده السبب. ان في اللحظه اللي بيصطدم فيها الانسان بالواقع ان انا مش هنجح من اول محاوله ولا تاني ولا تالت والله اعلم من امتى، بينسحبوا بيمشوا. بس الحقيقه بتقول ان انت لو زقيت سنه كمان الله اعلم، بس هي دي المرحله اللي ما بعدها نجاح. هي مش نجاح الكامل ولا المطلق، هو النجاح اللي بتشوف منه اوتكم، اللي بيطلع لك، اللي بتلاقي نفسك كسبت ماتش، اللي بتلاقي نفسك جالك انترفيو، اللي بتلاقي نفسك جالك عميل، اللي بيجي لك حاجه اسمها بروف اوف كونسبت. بروف اوف كونسبت ده هو اكتر حاجه انت بتبقى بتدور عليها وانت بتدور على بتلعب حاجه جديده او بتبدا حاجه جديده. البروف اوف كونسبت ده ان اهي دي ماشيه اهي، دي شغاله اهي. عشان كده انا اول شغلانه جات لي اونلاين على اب وورك، وده قلت كلام في الفيديو الاولاني لما تشوفش الفيديوهات، ان اول عميل جالي كان بيدفع لي $20 في الشهر، واشتغل معايا يوم ومشي. عجبه شغلي جدا، اشتغل معايا يوم ومشي. بس انا ما زعلتش اليوم ده ان هو مشي،
انا حتى بفتح النوتس اللي بكتب فيها لنفسي يعني كل شويه لما بحتاج، قلت انا اتبسطت اني قلت اهي دي شغاله، دي فيها. فكان عندي بروف اوف كونسبت، لا دي اشتغلت، فايا كان اللي هيحصل هي اشتغلت، فانا هحاول كمان. دي زقه بتجيلك كده من عند ربنا اللي هو لا حاول كمان. المرحله الرابعه النجاح، انك تلاقي البروف اوف كونسبت، انك تلاقي انها شغاله، ان تلاقي ان المكنه جابت قماش من الاخر، وانت هنا تفتكر ان دي نهايه الفيديو او دي الحاجه اللي هو ايه خلاص. بس للاسف لا، للاسف انت محتاج تفضل ماشي في الدايره دي طول عمرك. للاسف دي هتبقى دايره لوب انت هتفضل ماشي جواها مش هتنتهي، علشان هي اقول لك ايه، هي حاجه مش هتنتهي، عشان انت لما بتوصل لان انت تكسب في الرايفلز، في وقت بقى هتخش الفود تشامبيونز للناس اللي فاهمه فيفا، فهتاخد على عينك تاني انك تلاقي شغل، فانت محتاج بقى تخش الشغلانه وتبدا تتعلم وتكبر فيها. اللي لسه داخل شغلانه جديده ترقى ودخل ليفل اجدد ومحتاج يطور البيزنس، وصل ليفل معين وعايز يسكيل، فبيخش مرحله جديده تمام. فكل مرحله في حياتك انت هتمشي فيها لما توصل للنجاح بقى لازم يبقى في سقوط بعدها، لازم توصل لقاع تاني وتفكر. يعني اقول لك على حاجه، في بيزنس بتنجح وبعد 4 سنين بتفشل تاني، طب ليه؟ هي نفس الفكره، ناس بتنجح وبعدها تفشل، علشان هي لوب. الناس ساعات تنسى ان هي لما تنجح بتنسى اللي عدت بيه، فلما تيجي تفشل تاني تفتكر انها فشلت، بس هي ده اللي لازم يحصل. لازم تنزل تاني وبعدها تطلع، وتنزل تاني وبعدها تطلع. فكره انك تسيتل او ان انت تخش الكومفورت زون الابديه اللي خلاص مش تتعب تاني، ده والله لما تعمل لك بقى 20 مليون دولار تحطهم في البنك وما تشتغلش تاني اوكي، ايا كان يعني اللي انت محتاجهم مليون دولار بقى ال 20 ايا كان الرقم، انت بتحط رقم خلاص اوصله مش هتشتغل تاني. وبيتهيألك انت لو بقيت شخص اصلا قادر توصل ل 20 مليون دولار ان ده يبقى معاك، انت مش هتقدر توقف شغل. انت بيتهيألك ان هو خلاص انا كده تمام مش هشتغل تاني، ده دلوقتي عشان انت اصلا ما بتعملش حاجه. بس انت لما توصل المرحله دي مش هتقدر، ده يبقى ده اللايف ستايل بتاعك، هتفضل مكمل هتفضل عايز اكتر ومش هتشبع. يعني فيديو تاني عايزين نتكلم عليه الشبع ده. end of the story، انا المراحل دي عديت بيها كلها وبعد بيها دلوقتي، وفي حاجات لسه هحكي عنها الفيديوهات الجايه، ان انا في مرحله القاع غالبا الجديده بقى بتاعه الامبروفمنت الجايه. عشان مرحله القاع دي عشان يقول لك انت عشان توصل لفوق لازم تنزل تحت قوي عشان تطلع، الاساسات بتاعه العماره بتنزل تحت قوي عشان تطلع. فانا في المرحله بتاعه الاساسات تاني، اساسات مبنى تاني او تجربه تانيه. anyway، ده اللي كنت عايز اشيره معاكم الفيديو ده. اعتقد ان هيبقى في فيديوهات اكتر الفتره الجايه، علشان عايز اعمل فيديوهين في الاسبوع، مش عارف اعمل ده ولا لا، بس عايز. لو عايزكم تسالوني على اي حاجه في الكومنتس تحت، ممكن ده تفتح لي توبكس جديده اتكلم فيها. بس بالنسبه لي دلوقتي انا هنزل البول. عايزين حاجه؟ في رعايه الله، بحبكم.